احيانا وبسبب الشهامة اللي بتكون عندك بتلاقي نفسك وقعت، بقيت انت الواقعة، انت اللي بيعتدى عليك من مجموعة اشخاص هما اللي بيعتدوا عليك بسبب الشهامة اللي عندك وبسبب اسلوبك معاهم. بتلاقي نفسك انت بقيت الضحية في الاخر. ايه اللي حصل بالظبط؟ هنعرف مع بعض كل التفاصيل اللي حصلت، ولكن الاول خلوني ارحب بحضراتكم. انا اخوكم محمد نصار، وهقدم معاكم النهاردة مجموعة من الوقائع اللي حصلت في مدار الاسبوع ده. وعلشان ما اطولش عليكم تعالوا بينا نشوف الاول الواقعة حصلت فين، وبعد كده نرجع نكمل تفاصيل الواقعة مع بعض. وبعد ما شفنا الواقعة مع بعض، الواقعة حصلت في منطقة الهرم في الجيزة. الواقعة طبعا زي ما احنا شفنا شخصين بيعتدوا على شخص في الشارع، زي ما شفنا الواقعة بيعتدوا عليه وبكل قوة زي ما شفنا مع بعض. ولكن تفاصيل الواقعة هنقول لحضراتكم التفاصيل بتبدأ ان كان الشابين اللي انتوا شفتوهم في الفيديو اللي هم بيعتدوا على الشاب بالأسلحة البيضاء. الشابين دول كانوا ماشيين في الشارع عادي جدا، ولكن كانوا بيقولوا ألفاظ خارجة، وكمان كانت واحدة داخلة من مدخل العمارة. بدأوا هما الاتنين ان هما يعكسوا في الست دي ويقولوا لها طبعا الألفاظ اللي كلنا عارفينها، ألفاظ طبعا خارجة جدا، زائد المعاكسة بتاعتهم، زائد ان هم ماشيين في الشارع زي ما احنا شايفين هم اصلا باين عليهم البلطجة بتاعتهم. وطبعا في خلال ما هم بيعملوا كده كان واقف شاب في البلكونة بيبص وشايف المنظر من اوله وشايف التفاصيل اللي هم بيعملوها، ان هم ماشيين في الشارع باسلوب البلطجة، وكمان هم الاتنين بيعكسوا في البنت اللي هي جارته، الست اللي هي جارته. وطبعا هو من شهامته ما قدرش ان هو يستنى اكتر من كده ونزل للشابين دول، وبدأ في الأول اللي هو بيكلمهم بمنتهى الذوق، ويلا امشوا من هنا، لا مش هنمشي من هنا. وبدأوا ان هم يعتدوا عليه، وبدأت المشادة بيناتهم بعد ما كانت مشادة كلامية اتحولت لواقع زي ما شفناها في الفيديو. هم الاتنين كانوا بيعتدوا عليه وفضلوا يعتدوا عليه بالأسلحة زي ما شفنا مع بعض. تفاصيل واقعة مؤلمة جدا، وزي ما شفنا قعدوا يضربوا فيه في الشارع. ومن هنا لهنا بعد خبطة والتانية بدأوا الجيران اللي موجودين يتلموا، وزي ما شفنا كمان الجيران بعد ما تلموا محدش منهم قدر ان هو يمنع اي حاجة من الواقعة. كل اللي هم قدروا يعملوه ان هم يتصلوا بالشرطة علشان خاطر الشرطة تيجي تحقق وتشوف واقعة زي كده وتاخد الاتنين البلطجية اللي ماشيين في الشارع. وفي خلال وقت قصير جدا كانت الشرطة جات، وبالفعل قدرت ان هي تتعرف على الشخصين دول وتوصل لهم، وهم حاليا دلوقتي تحت إطالة القانون. واقعة زي كده من ضمن الواقعات الصعبة احنا دايما بنشوفها كل يوم في الشارع المصري. دايما بنلاقي معاكسات، دايما بنلاقي شباب فيهم بلطجة بيقدروا ان هم يبلطجوا على الناس، بيقدروا ان هم يستهدفوا الستات، بيستهدفوا الشباب الصغير. طبعا مش كل الشباب زي الاتنين اللي احنا شفناهم دول، في شباب كتير محترمة. فنتمنى من الشرطة ان هم يسيطروا على الوقائع اللي زي كده، واللي يعمل حاجة زي كده لازم ياخد جزاؤه علشان الوقائع اللي زي كده ما تتكررش مرة تانية وما يحصلش حاجات زي كده كتير. لازم ان احنا نسيطر على الحاجات زي كده على قد ما نقدر. لازم ان احنا نتكاتف مع الشرطة، اللي يشوف اي واقع زي كده لازم ان هو يبلغ عنها، علشان الحاجات اللي زي كده لما انت بتسكت عليها وانا بسكت عليها وده يسكت عليها، المناظر اللي زي كده هنشوفها هنلاقيها اتكررت بشكل كبير. وعلشان ما اطولش عليكم تعالوا بينا نشوف الواقعة التانية ونرجع مع حضراتكم مرة تانية نشوف تفاصيل الواقعة. وبعد ما شفنا تفاصيل الواقعة مع بعض، شفنا مجموعة من الشباب ومجموعة من الرجالة وهم نازلين على سلم واخدين مجرجرين زي ما بنقول كده، مجرجرين شاب وراهم ومنزلينه على السلم بطريقة مأساوية جدا.
ولكن التفاصيل بتاع الواقعة دي حصلت في منطقة المريوطية، واللي انتوا شايفينه قدامكم ده حرامي طبعا مسكوه وقدروا ان هم يتحفظوا عليه وبيعملوا فيه اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده. ولكن التفاصيل بتاع الواقعة ان حرامي زي كده ده حرامي موتوسيكلات بدأ ان هو يدخل في منطقة من المناطق اللي موجودة هناك، ودخل في شارع من ضمن الشوارع، وبدأ ان هو يراقب المكان لحد ما بالفعل لقى ان المكان مفيهوش حد رايح ومفيهوش حد جاي. بيبص في مدخل عمارة لقى موتوسيكل موجود ورا الباب بتاع مدخل العمارة، صاحبه راكن الموتوسيكل ومفيش اي حد ماشي ولا حد جاي في الشارع. طبعا كل ده ادى الامان للحرامي زي كده ان هو يحاول ان هو يستهدف الموتوسيكل. وبمجرد ما الحرامي دخل مدخل العمارة وبدأ ان هو يفك الموتوسيكل، حاول ان هو ياخده لان الموتوسيكل طبعا صاحبه راكنه في مدخل العمارة ولكنه رابطه بسلسلة، ولكن الحرامي كان شايف ان هو يقدر ان هو يفك السلسلة زي كده علشان يقدر ياخد المكنة ويمشي. بمجرد ما بدأ ان هو يفك في الموتوسيكل، شاء القدر ان يكون صاحب الموتوسيكل كان قاعد على القهوة وكان راجع. وده كلام صاحب الموتوسيكل، بيقول انا كنت طالع من القهوة وبدأت ان انا راجع على الشقة بتاعتي، وراجع بالفعل ودخلت الشارع اللي فيه العمارة وبدأت ان انا ادخل مدخل العمارة وببص لقيت اللي بيفك في الموتوسيكل بتاعي علشان خاطر يسرقه. بيقول انا وبدون وعي بدأت ان انا اضرب في الحرامي ده، انا بزعق بصوت عالي، وطبعا من خلال صوته الجيران والناس اللي في العمارة بدأوا ينزلوا علشان طبعا يشوفوا مصدر الصوت، وبيبصوا لقيوا صاحبنا ده ماسك في الحرامي وبيقول ده حرامي وهيسرق المكنة بتاعتي. بالفعل الناس اللي موجودين في العمارة والناس الجيران زي ما انتوا عارفين طبعا ما توصوش بالحرامي، وبدأوا ان هم يضربوا بالحرامي بطريقة مأساوية جدا وزي ما شفنا في الفيديو كده. وده هي طبعا كانت لقطة من ضمن المأساة اللي شافها الحرامي، كانوا بيجرجروه ونازلين بيه من على السلم زي ما شفنا في الفيديو مع بعض. طبعا تفاصيل مؤلمة جدا للحرامي يعني، وبكل صراحة حرامي زي كده يستاهل المأساة اللي هو بيشوفها. ربنا بيستر على الإنسان مرة واتنين وعشرة، ولكن طبعا رصيدك من الستر بيخلص، فبيجي مرة من المرات بتتفضح. يعني من الطبيعي حرامي زي كده مش من اول سرقة هتلاقيه اتمسك في حاجة زي كده، طبيعي ربنا بيستر العبد مرة واتنين وتلاتة وعشرة، ولكن الانسان مننا لما بيفضل مستمر على الحاجة وبيفضل مستمر على المعصية بيجي في مرة وربنا بيخلص رصيده من الستر وبيحصل موقف زي اللي احنا شفناه ده. يعني دي مش اول مرة ان هو يسرق حاجة زي كده. طبعا احنا بنعرض الوقائع اللي زي كده علشان خاطر ان احنا نستفيد من اخطاء الغير وما نكررهاش في حياتنا. ولو انت من الابطال اللي لسه معايا لحد هنا ووصلت معايا لحد هنا، ما تنسانيش باللايك بتاعك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناة تنزل تشترك في القناة، وكمان تسيب لي كومنت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معاكم اخوكم محمد نصار من برنامجكم حادث الشارع، والسلام عليكم.